في مباراة النصر والدحيل، المباراة الأكثر إثارة في دوري أبطال آسيا، عند الدقيقة 23 بأسيست بالكعب من الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى تاليسكا اللي قام بالدوران والتسديد وتسجيل الهدف الأول، ينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لفريق النصر. في الشوط الثاني عند الدقيقة 55 بكرة مرفوعة من سلطان الغنام ما وصلت لرأس كريستيانو رونالدو، ولكن كان بالمتابعة ماني اللي استقبلها وسجل الهدف الثاني وصارت النتيجة 2-0. طبعا كريستيانو رونالدو ما تأخر انه يسجل اسمه بمهرجان الأهداف عند الدقيقة 60 اللي أخذ تمريرة كمان من سلطان الغنام، سددها يسارية صاروخية ولا أروع في شباك مرمى الدحيل، وتصير النتيجة 3-0 لفريق النصر. الكل كان يتوقع أن المباراة انتهت تقريبا بنتيجة 3-0، لكن بعدها بدقائق من هدف كريستيانو رونالدو أجى هدف تقليص الفارق من فريق الدحيل برأسية سكنت شباك مرمى النصر. لحتى تستمر الإثارة بالمباراة ويدخل مرمى النصر هدف عكسي من أحد المدافعين وتصبح النتيجة 3-2 عند الدقيقة 66، حتى وصلنا للدقيقة 80 ليستقبل كريستيانو رونالدو كرة عرضية ومن لمسة واحدة يسجل الهدف الرابع لفريق النصر ويخلي النتيجة 4-2، ويظن المشاهدين انه المباراة كمان انتهت بهاي النتيجة، لكن بعد 4 دقائق قام الدحيل بتسجيل هدف ثالث وقلص النتيجة وصارت 4-3 عند الدقيقة 84. فهيك صارت المباراة كمان أكثر وأكثر إثارة لحتى انتهت المباراة بنتيجة 4-3.